أرباب المقاهي يرفضون الساعة الإضافية. وجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تذكيرا إلى رئيس الحكومة عزيز خنوش بمراسلتها السابقة له المتعلقة بمطلب إلغاء العمل بالساعة الإضافية، وذلك لما خلفته من آثار سلبية واضحة على قطاع المقاهي والمطاعم على مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين نتيجة اضطراب الساعة البيولوجية، وما لذلك من انعكاسات على الإنتاجية المهنية والتحصيل الدراسي، فضلا عن الأعباء الاجتماعية والنفسية ومخاطر التنقل في أوقات مبكرة تحت جنح الظلام وخاصة في فصل الشتاء. وأوردت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في تذكيرها أن اختيار الساعة الإضافية خدم مصالح بعض الشركات الأجنبية المتواجدة بالمغرب من خلال ملائمة توقيتها مع توقيت بلدانها، لكن هذا القرار كان له أثر بالغ على عدد من القطاعات المشغلة، ومن بينها قطاع المقاهي والمطاعم الذي يعد من القطاعات الأكثر تشغيلا بالبلاد، معتبرة أن هذا الاختيار مس بشكل مباشر السيادة الزمنية للمملكة ويطرح تساؤلات مشروعة حول مدى استقلالية القرار الوطني فيما يرتبط بتنظيم التوقيت الرسمي والبيولوجي. وبخصوص عدم تفاعل الحكومة مع مراسلتها السابقة التي تقدمت بها في 30 أكتوبر من العام الماضي، قالت الهيئة ذاتها إنه تنافي مع روح المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الحكومة، مما لا يتماشى مع التفاعل المأمول مع انتظارات المهنيين المواطنين.